السلام عليكم البنات، صباح النور وصباح الياسمين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونصبح عليكم بالفعل الزين، وان شاء الله نلقاكم مهنيين وبصحة وعافية. قولوا امين. جمعة طيبة مباركة على الجميع. وكما عودتكم مطبخ زاد بالوصفات الرائعة والاقتصادية والبنينة. واليوم عندنا بيتزا كاري الروعة في البنة، وبلا ما نطيبوا لاصوص تاعها، واكيد بنينه. ونشوفوا مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 2 كيسان ماء دافي في ريسيبيون، حطيتهم وكنت ديجا دفيت هذا الماء، ونزيد معاه 2 كيسان تاع سميد يكون رقيق. صادير هنا 2 كيسان ماء و2 كيسان سميد رقيق. وسعه الكاس تاعي 220 مليلتر. عندي ملعقه كبيره خماره الخبز زدنا ضفناها، وعندي هنايا ملعقه كبيره تاع السكر. ونحطو كامل المقادير دفعة واحدة ونخلطوهم. هنايا رايح تتفاعل لنا الخمارة، و ميم طون هذاك السميد تاعنا يتشرب بالماء دافي ويتقال. صدير هنا راح يكون سائل ثقيل، نخلطوه غاية ونخلوه على جهة يتخمر. من بعد هنايا رايحه نجيب الطماطيس او الطماطم. عندي هنايا انا تقريبا درت واحد 5 حبات، قلعت لها القشره وقلعت لها الماء تاعها، ونقطعها الى مكعبات صغيره. لازم تكون مكعبات صغيره. فوالا الكميه. وهنا في مصفات رايحه نحطها، ولازم تتصفى تماما من هذاك الماء. على بها قلت لكم في البدايه كي تحلي الحبه تاع الطماطيس قلعي لها الماء تاعها مع القشره بيان سور، وزيدي حطيها في الصفايه ونخلوها بجهه. وشوفوا هنايا بعد ما خمرنا هذيك السميد تاعنا، شوفوا كيفاش طلع خمر غايه. عطيه الوقت تاعه باش يخمر. من بعد نزيد نضيف حبه بيض كامله بهذه الطريقه ونخلط. هنا خلطي غايه، رايح يكون مزج شويه صعيب بصح خلطي غايه. ونزيد نضيف هنا نص كاس زيت نباتي. للامانه انا هنا ضفت نص كاس زيت زيتون، صدير نستعمل زيت زيتون بزاف. وهنا لك الاختيار، بغيتي ديري كيما راني ندير زيت زيتون ديري. خلطي غايه هذاك الزيت زيتون مع كامل المكونات. من بعد نبدا نضيف هنايا في الفرينه. هنا ضفت شويه فرينه، وزدت ضفت ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، اي ما يعادل كيس خميره كيميائيه، وملعقه صغيره تاع ملح. هنا الملح ما لازمش نضيفوه في الديبي مع الخماره تاع الخبز، نضيفوه من بعد ما تتفاعل لنا الخماره. ونبدا نضيف في الفرينه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. ما لازمش تيبسوا العجينه، لازم تكون طريه و ميم طون تتلاصق ابين، صدير غير شويه. وفوالا حطيتها في ريسيبيون، كنت مسحته بالزيت زيتون، ونزيد نضيف عليها الزيت من الفوقه. توجور انا كي نقول لكم زيت زيتون تنجموا تستبدلوه بالزيت النباتي العادي، غير انايا في بلاصه اللي نستعمل الزيت النباتي نستعمل زيت زيتون. نغطيها بالبابي فيلم ونخليها تتخمر. من بعد نروحوا للصلصه تاعنا اللي من الفوق. عندي فلفل حار وفلفل حلو، هنايا قطعتهم الى مكعبات. عندي حبه بصل تكون كبيره، ونزيد عليهم هذيك الطماطم اللي كانت استقطرت غايه من الماء، نزيد نضيفها كما راكم تشوفوا. هنا خليها تكتر غايه. صدير ديري هاد العمليه كاع في البدايه. هنا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، ونزيد نضيف 3 إلى 4 ملاعق كبار تاع زيت زيتون ولا زيت. انا راني نضيف الزيت، زيت زيتون عفوا، نتوما ضيفي الزيت. عندك رشه تاع فلفل اسود، وعندك رشه تاع فلفل احمر، وعندك رشه تاع ملح. هنا المقطع تاع الملح راح لي، ورشه تاع ملح. عندك المعدنوس. هاد المكونات هنا رايح يكون مكونات نسبيه، صدر على حساب الكيله اللي كيلتيها في العجينه. سا ديبون، انا كيلت بالكاس، كاين اللي تكيل بالبول ولا غرفيه. نخلطوا غايه هذوك المكونات ونخلوهم على جهه. وهنا بعد ما طلعت لنا العجينه، شوفوا كيفاش طلعت ما شاء الله. نديغازيها، شوفوا الفقاعات كيفاش. نهود الخميره تاعها
ونقسمها هنا. انا هنايا هذه دارت لي دو بلاطو كبار وواحد جاي موين متوسط، صدير جاتني زوج كبار وواحد جاي موين. هنايا نحلها. هنا ما تنسوش ترشوا فوق سطح العمل رشوا شويه فرينه باش ما تلصقلكش. نجيب البلاطو هنا نحلها بسمك 3 إلى 4 مليمتر ونحطها في البلاطو بلا ما ندير حتى حاجه في البلاطو، ما رايحاش تلصق. شوفوا نحطها ونسقمها هكا في البلاطو غايه ونقلع كامل هذوك الزوائد. فوالا كيما راكم تشوفوا عمليه سهله تاع البيتزا كاري. شولا المكونات تاع هاد العجينه راح يكون مغايره بنينه بزاف، قرمشه مع طراوه. هذه هي بيتزا كاري. هنا نتقبوا العجينه كيما راكم تشوفوا فرشيطه ولا بأي حاجه، ونجيب هذاك الحشو نحطه هنا. رايحين تقولوا بلي هاد الخضروات ما غاديش يطيبوا، رايحين يطيبوا كشغل درتوها صلصه عاديه طايبه فوق النار وكل شيء. سقموها في كامل السطح بهذه الطريقه، ونزيد نضيف عليها الزيتون الاسود. كي نقولوا بيتزا كاري نقولوا الزيتون الكحل. نصطفوه بهذه الطريقه، ونكون في هذا الاثناء شعلت الفرن على 180 درجه. نحطه في وسط الفوغ ونشعل. اذا كانت الفوغ تاعك يشعل من الفوق ومن التحت شعلي لها من الفوق ومن التحت. اذا كان يشعل من التحت وحده والفوق وحده شعلي من التحت. كي تشوفي لو تور او الحواف حمارو شعلي لها من الفوق شويه. وهنايا راكم تشوفوا في البلاطو الثاني اللي كنت ثاني خدمته بنفس الطريقه. وفوالا البيتزا كاري تاعنا اللي ما شاء الله. وكي نقولوا بيتزا كاري الجيريان نقولوا باللي الزيت زيتون من الفوق والمعدنوس. كي تشوفوا بيتزا كاري فيها بزيت زيتون والمعدنوس من الفوق عرفوها باللي جزائريه 100%. هذه هي. ونقطعوها بهذه الطريقه. هنا راها سخونه فلفل، شوفوا ما شاء الله. وهنا اذا بغيتي ما ديريش الفلفل الحار عادي، هذه كاضافه اختياريه. وهنا المايونيز خدمتها بطريقه جد رائعه وبنه روعه، رايحه نشاركها معاكم على شكل فيديو قصير او شورت. رايحه نحطها. شوفوا من تحت كيفاش ما شاء الله، زعما فريمون والله صدقوني روعه، مغايره تماما على البيتزا الكاري العاديه ولا الوصفه العاديه. هنا كي تخلطي السميد مع الاخر مع الفرينه فريمون روعه. لازم كامل البنات يجربوها اي سورتو بلا ما نطيبوا لاصوص تاعها. وخلونا آراءكم في التعليقات. مادام وصلتوا لاخر الفيديو ما تبخلوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كامل جديد مطبخ زاد. وما تنسوناش الجيم اللي راه تحت الفيديو. ما بقى لي غير نبقيكم على خير وفي امان الله، والى وصفات قادمه توجور مع زاد كويزين، ونقول لك تعيشي وتفني في كوزينتك. سلام.